أزواجه وذريته وأهل البيت أجمعين الكرام، وصل إلى خاصة صاحب مولد شمس ضرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبسي رحمه الله تعالى ونفعنا الله به، وإلى حضرة حبيب محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد، يا رب صل عليه
وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطانه الذي برهانه المقصود في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجده عظم شانه خلق الخلق الحكمة وترى عليها علما وبعثت لهم من فائد منة ما جرت به في أقداره الكسمة فأرسل إليهم أسرق خلقه وأجل عبده الرحمة تعلقت إرادات اللذالة بحق هذا العبد المحبوب فانتصرت أسرار شرفه في أوالب شهادته والغيوب فما أجل هذا المن الذي تكرم به المنان وما عظم هذا البذل الذي برز من حضرة إحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل المحمود فتعثرت بوجود أكناف الوجود فترزت فرد أوالب التكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. تجلى الحق في علامه القدسه الواسع تجليا قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحصر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان سورة هذا الإنسان ليتشرف بوجوده الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. فما من سر تحصل به قلب منيب إلا من ثوابه فلله على هذا الحبيب صلى الله عليه. يا لقلب سروره قد توالى بحبيب أما لنا ما نوالا جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. قد ترقى في حسن على مقام وتناهى في مجده وتعالى لاحظته العيون فيما اجتلته بشرا كاملا يزيح الضلال وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعزز عن وصفه اللسان ويهار في تأكل معانيه الجلال صلى الله عليه. انتشر منه في علام البطون والزهر ما ملأ الوجود خلقي النور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم. ببشارة لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فمن فازت هذه البشارة وتلقى بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد
وسلم وبارك عليه وعلى آله. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تعرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان، تثبت بها بالصدور من الإيمان قاعده، وتلو على أهل اليقين من شر ذلك الإذعان والتصديق شواهده. وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه للخلق من فرضه ونفله، عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا، وبلغ الرسالة وأدى الأمانة، وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا، فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا. وما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال، وقام بحق الربوبية في موادن الخدمة لله، وأقبل عليه غاية الإقبال، صلاة يتزل بها روح المصلي عليه به، فينبسط في قلب نور سر تعلقه به وحبه، ويكتب بها بعناية الله في حزبه، وعلى آله وصحبه الذين ارتقوا صحبة المجد بقربه، وتفيأوا جلال شرف الأسل بوده وحبه، ما عتر الأكوان بنثر ذكراه والنسيم. اللهم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أما بعد، فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار التهجيج للبشر الكريم بالتقديم والتكريم، نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة، فانطلقت بيضة التصوير في العالم المتلاك الكبير عن جمال المسعود بالعين هاو لوصف الكمال المتلاك والخلق التام والزين، فتنقل بذلك الجمال الميمون بالأسلاك الكريمة والبطون، فما من ضرب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة، وهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع الفروج. وقد قضت الأقدار الأزالية بما قضت، وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت، وهصصت به من هصصت، فكان مستقر في الأسلاك الفاهرة والأرهام الشريفة الطاهرة، حتى برز في عالم الشهادة بشر لا كالبشر، ونور حيال الأفكار هدوء وبهاء، وتعلقت همة الرقيم لهذه الفروب بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور المعروف. وإن كانت العيون لا تفي بمصر من شر أوصاف ذلك الموصوف تسويقا للسامعين من حواس المؤمنين، وترويها للمتعلقين بهذا النور المبين، وإلا فأنا تريب الأكلام أن دوني خير الأنام، ولكن هزني إلى تدوين ما حفظت من سير الأسراب المخلوقين، وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين. وبقيت راية في الكون المنشورة على المر الأيام والشهور والسنين، داعي تعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا يجد التشوق إلى السماء أوصافها العظيمة، ولعل الله ينفع به متكلم والسامع، ولعل الله ينفع به متكلم والسامع،
ولعل الله ينفع به المتكلم والسامع فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع ويتروهان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله المجد يا رسول الله يا عظيم الجاه عليك صلاة المجد يا رسول الله يا عظيم
واستفاده البعض من صفات هذا العبد المحبوب الكامل والسمائل التي هي أحسن السمائل. وهنا حسن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابة الكلام والقرطاس وتنزه في الحدائق الأسماع والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلق الله والنور موضع في هذه الصورة. ونور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تبرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسند عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلق الله قبل الأشياء. قال: يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نورا نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تتعدد روايات بأنه أول خلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم حتى وصلت يد علم القديم إلا من خصصت بتكريم أبي الكريم عبد الله عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في مخاوف آمنة الشهيدة الكريمة آمنة. فتلقى صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها فضمت أعزاؤها بمعونة الله محافظة على حق هذه الذرات وسونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تسكن منه ألما ولا عللا حتى مر شهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه لعالم الشهادة الليل تنبسط على أهل هذا العالم فيوضات فضله وتنتشر فيه آثار مجده الصميم. اللهم صل اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله ومنذ أن كتبه هذه الدرة المكنونة والجوهرة الموزونة والكون كله يسبح ويمشي بسرور وابتهاج بقرب الظهور إثراك هذا الصراط والعيون متشوقة إلى البرود متشوقة إلى التقاط جواهر الكنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصيح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حاملة حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادة هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمحة بإثر الفراغ بملاقاة أشرف البرية وبروزه بعالم الخفاء إلى عالم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله بالوجود بهجة التكريم وبسط
أقمت في عالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببرود هذا البشر الكريم. اللهم صل وسلم وضرب الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. فهنا قربا وجه هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بترهيب. وأمطار جود إلهي على أهل الوجود تسد وألسنة الملائكة بتبشير للعالمين تعي. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر. والقدرة كشفت جناء هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فات كل نور. فانفض الحق كما على من أتم الله عليه النعمة من خواص الأمة أن يحضر عند وجهه أمة تعنيسا لجنابها المشؤون ومشاركة لها فيها بصمات الممدود. فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الرعين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية. فأدلت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق صبح الكمال من النور أنعمون وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بتعظيمه والسجود. صلى الله عليه وسلم. السلام عليك يا رسول الله.
اكتشف صلى الله عليه وسلم محاسن الأخلاق بما تضيق عن كتابته البطون الأوراق. فكان صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى المكارم الأخلاق شبقا. أشهم بالمؤمنين هلما ورفقا برارا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المستوي على المعنى الزلل. إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معزلة وهو أبو شفيق رحيم باليتيم والأرملة. وله المعصول التي أهلك الهيبة القوية التي ترتيت منها فرائس الأقوى من البرية. ومن نسرة به تعطر الطرق والمنازل بعرف ذكره تطيبت المجالس المحافل. فهو صلى الله عليه وسلم جميع صفات الكمالية والفرد بحق وخلق بأشرف الخصوصية. وما من خلق في البرية محمود إلا وهو مطلقا عن زين الوجود. أزمات بوصف حبيبي وشانه وله الأولى في المجده وكمانه. أوصفه إذ قد علمتها وقد على ندم سهاب إنانه. وقد بس تكلموا في تدوين ما فاته للمؤمن من وقع المولد النبي الكريم. بقية ما أكرم الله به هذا الأبد المقرب بالتكريم والتعظيم والخلق العظيم. فحسن مني أن أمسك أئنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. وبجعلك يتلو حكم كما يحسن تقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم. الله أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا نبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Jangan berisik dong, kita doa dulu ya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli ala sayyidina Muhammad fil akhirin. Wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli ala sayyidina Muhammad fil malaa'il a'la ila yaumiddin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tuballighna hajatina ya Allah. فلا تكتب لنا حاجاتنا يا رحمن. فلا تكتب لنا حاجاتنا يا رحيم. ولما نزلت في قلوب النار أوصاف محمد العقودا توجدت إلى الله متوسلا بسيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يعلي شريفه مشكورا وفعله به محمودا وأن يكتب أعمالي في أعمالي مقبولا وتوجهي في توجهتي خالصة وسيلتي موصولا. اللهم يا من إليه تتوجه أعماله فتوجه ظافرا وعلى أهل بابته تقصر حلف تغشها منه فيوضة غامرات. نتوجه عليك بأشراف والشاعر الذي سيد المرسلين أمرك الصادق العميل سيدنا محمد الذي أمت رسالة عاملين أن تصلي وأن تسلم على تلك الذي الكاملة مستودع أمانتك وحافظ شرك وحامل رعاية دعواتك الشاملة الآب الأكبر المحبوب لك والمحسس والأفخار في كل موزن من موازن القرب ومظهر قاسم إمدارك في عبادك وصدق كل شيء شارك لعل وداء سيد الكونين وأشرف الشاكلين العبد المحبوب الخالص المقصوص منك بعجل الخفائص. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
وأهل حضرة أحباب الأحباب. اللهم إنا نقدم إليك جاه النبي الكريم ونتوسل عليك بشرف مقام العظيم أن تلاحظنا في حركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك، وأن تحفظنا في جميع أوطارنا وتقوتنا بالدنا بجميع غايتك وأن تبلغنا شرف قربي عليك وإلى هذا الحبيب غاية أعمالنا، وتقبل منا ما تحركنا به من نيتنا وأعمالنا، وأن تجعلنا في حضرات هذا الحبيب من الحاضرين، وفي طرائق اتباعه من السالكين، ولهاكي وهاكي من المعبدين، ولأمرك من الحافظين. اللهم إنا لنا أطعن برحمتك خاصة فلا تحرمنا، وزنونا جميلة هي واصلاتنا إليك فلا تخربنا. آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجهنا به إليك مستغفرين أن تقابل مسلمين منا بالغفران، والمحسئا بالأنشاد، والشائل بما شعل، ومعملا بما عمل، وأن تجعلنا من نظار هذا الحبيب وهزر وواله وطهر وأم ببركاته وشارف في حفظه أولادنا ووالدينا وأهل قدرنا ووالينا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات، وعدم غاية الدين قائم في جميع الأقطار المنصورة، ومعالم الإسلام والإيمان بأهل مأمورا معنا وسورة، واكشف اللهم كربة المكروبين، واغفر بين المدينين، واغفر للمذنبين، وتقبل توبة التائبين، وانشر رحمتك على عبادك مؤمنين أجمعين، واغفر شر المبتدين والظالمين، واغفر الألا بولاة حقه في جميع النواهي، وآيتهم بتعيد من عندك، ونزل على معذبين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا رب بحسن الحسيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بحسن الحسيم من جميع البلايا، واجعلنا يا رب بحسن الحسيم من جميع البلايا، وبحسن المكي من الذنوب والخطايا، وعدمنا في أعمال بطاعتك وصدق في خدمة القائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك بخير الأجمعين، وصل وسلم على هذا الحبيب بأسماء والأرواح والبروك والآل وصحبه ومن إله منسوب. آخر دعوان الحمد لله رب العالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. بشير الفاتحة. الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. دعاء penutup pada Sayyidul Walid Habib Ali Zainal Abidin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bihaqqil Fatihah wa syukuril Fatihah wa karamatil Fatihah wa mujdatil Fatihah ya farijal hamdi ya kasmaram wa ya dafi'al bala'i Allah wa ya dafi'al bala'i Rahman wa ya dafi'al bala'i Rahim. Ishrif 'anal 'adza wal bala' wal waba' wal ghala' wa shafa'na innaka ala kulli syai'in qadir. Ishrif 'anal 'adza wal bala' wal waba' wal ghala' wa shafa'na innaka ala kulli syai'in qadir. Ishrif 'anal 'adza wal bala' wal waba' wal ghala' wa shafa'na innaka ala kulli syai'in qadir. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.